الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، طلاب وطالبات الصف السادس، المبدعون والمبدعات، المتميزون والمتميزات، العباقرة والعبقريات، أهلا وسهلا بكم في حصة ممتعة وجميلة من مراجعة المفردات الامتحانية لمادة الرياضيات الصف السادس للعام الدراسي 2022-2023. كونوا معنا أيها الأحبة الكرام. السؤال الأول يقول السؤال: أكمل ليكون الكسر في أبسط صورة. الطريقة هذه لما يعطيني كسر بسط ومقام، ويعطيني أيضا كسر آخر بسط ولكن المقام مجهول، فالخطوة الأولى نسأل نفس السؤال هذا. طبعا هذا الكسر أصغر من هذا، 2 أصغر من 14، فنسأل نفس السؤال: كيف أو شو الطريقة اللي 2 هذه تصبح 14؟ كيف 2 تصير 14؟ نضربها في كم؟ عملية ضرب في 7. عملية الضرب في 7، 2 ضرب 7 يعطينا 14. إذا العكس، 14 تقسيم 7 يساوي 2. نحن شو قلنا في الكسور؟ قلنا لما نقسم على عدد في البسط نقسم على نفس العدد في المقام تحت، فبنقول هني ايضا 14 تقسيم 7 يساوي 2. اذا 21 تقسيم 7 راح يساوي كم؟ راح يساوي 3. 21 تقسيم 7 يساوي 3. لماذا؟ لان 3 ضرب 7 راح يعطيني 21. 3 ضرب 7 راح يعطينا ايضا كم؟ 21 ايها الاحبه. ننتقل لسؤال اخر. يقول السؤال: اكتب الوحده المناسبه لقياس كتلة وسعة كل مما يأتي: لتر، ملي لتر، كيلوغرام، وغرام. سعة حوض السباحة، طبعا كلمة سعة يعني سائل. كلمة سعة يعني راح ناخذ شو؟ ناخذ سوائل. وبالتالي الآن نركز على موضوع اللي هو السعة. هذه كلمة سعة ننتبه لها، وننتبه لكلمة كتلة. تمام؟ كلمة سعة ننتبه لها وننتبه لكلمة الكتلة. طيب، قلنا احنا أن السعة راح ناخذها بالوحدات اللي هي تبع السوائل: الليلتر واللتر، هذه للسعة. أما الكتلة فهي للأجسام الصلبة. هذه الكتلة باللون الأزرق تختص بالكيلوغرام والجرام. طيب، نرجع الآن لموضوع السعة. السعة أيها الأحبة الكرام، سعة حوض السباحة. حوض السباحة كبير، فدائما الحوض الكبير أو المساحة الكبيرة ناخذ لها الوحدة الأكبر. لذلك سعة حوض السباحة راح تاخذ شو؟ اللتر. راح تاخذ اللتر. طيب، كتلة حبة تفاح. حبة التفاح صغيرة، فالكتلة عندي كيلو جرام وعندي جرام، دائما الجرام هو الأصغر، إذا ناخذ جرام. اللي بعض يكتبها غير ميم أو جرام. طيب، أيضا نرجع مرة ثانية لموضوع: في عندي سعة وفي عندي كتلة، إذا هذه سعة، وكذلك هذا اللي تحت معي كتلة. طيب، السعة سعة ملعقة الدواء. دائما لما تروح المستشفى يعطينا دكتور أدوية أو علاجات. الدواء هذا يكتب فيه بالملي: 2 ملي، 5 ملي، صح؟ فلذلك كلمة الدواء يعني ملعقة الدواء هذه بالملي. إذا مين؟ لا، ملي لتر. كتلة طالب صف خامس يعني حجم كبير، مش نفس كتلة التفاحة خفيفة، لا، صف خامس حجم أكبر، لذلك راح ناخذ الوحدة الأكبر اللي هي الكيلو جرام. كيلو جرام. إذا الحجم الكبير لما تكون معي كتلة كبيرة مصلبة تكون كيلو جرام. سائل، ملعقة دواء، حوض سباحة، بركة ماء، قنية ماء، هذه كلها تقاس بالسعة. السعة اللي هي عندي وحدة اللتر والملي لتر. يرمي سليم حجر نرد ذو 6 أوجه، ما احتمال ظهور عدد أقل من 8؟ أولا حجر النرد أيها الأحبة فيه من 1 لكم؟ ل6. من 1 و2 و3 و4 و5 و6، كل هذه الأعداد موجودة في حجر النرد. هل يوجد معي 7؟ ما يوجد 7 ولا 8. لذلك لما يقول لي ما احتمال، يعني يبقى الآن مقياس الاحتمال: هل هو مؤكد؟ هل هو مستحيل؟ مرجح؟ غير مرجح؟ متساوي؟ هذا اللي يريده من السؤال. فيقول لي ما احتمال ظهور عدد أقل من 8. بنلاحظ أن جميع الأرقام اللي معاي هذه كلها الموجودة في حجر النرد هي أقل من 8.
إذا احتمال ماذا نقول عنه؟ احتمال مؤكد، أكيد أكيد راح يكون معي شو؟ هذه الأعداد جميعها أقل من 8. أكيد لما أرمي حجر النرد راح أحصل على هذه الأرقام، واحد من ذيلي راح يطلع لي لما أرمي حجر النرد، وهذا الرقم اللي راح يطلع لي أكيد هو شوفي أصغر، يعني أقل من 8. السؤال اللي بعده يقول الكرام: حوط الوقت المناسب للساعة 8 مساء. أول حاجة دائما توقيت المساء، أول شيء أطالع هنا أشوف الساعات اللي معي، بنلاحظ أن هذه الساعات كلها أكبر من 12 ساعة، يعني توقيت ال 24 ساعة، توقيت 24 ساعة، توقيت ال 24 ساعة. لذلك 8 مساء، الساعة 8 مساء شو بسوي فيها؟ 8 مساء، دائما توقيت المساء هو اللي يتغير، توقيت المساء دائما هو اللي يتغير، فالثامن مساء ازيد عليها فقط 12 ساعه، بس نزيد عليها هذا 12 ساعه. اي توقيت اعطيك اياه هني مكان 8 اعطيك اياه، اي توقيت يكون معي شو؟ يكون معي 12 ساعه. لذلك ايها الاحبه، لما يكون معي توقيت اللي اعطيكم اياه يعني مساء، لازم تزيد عليه 12 ساعه، تزيد عليه 12 ساعه، فيكون معي 8 زائد 12 يساوي كم؟ يساوي 20. إذا الساعة المطلوبة هي 20. الساعة المطلوبة هي 20. طيب، اكتب ناتج العمليات الحسابية التالية: 10 زائد 2 تقسيم 4. طبعا من خصائص ترتيب العمليات أن أول شيء أقوم بفك الأقواس. طيب، فيعني نوجد ناتج اللي بين القوسين، نطلع الناتج، أريد رقم يكون ما بين قوسين، فقط رقم. طيب، 10 زائد 2 راح يساوي 12، ثم الآن تقسيم 4 يساوي كم؟ راح يساوي 3. إذا هذا هو الناتج. مسألة سهلة وبسيطة، بس علينا في البداية إن احنا نفك القوسين، نطلع الناتج، نكتب القيمة تحت، نقسم على 4 يطلع الناتج مباشرة. يقول لي السؤال هذا: صل بين الزوايا في العمود الأول ونوعها في العمود الثاني. الزاوية هذه صحيح انها مقلوبة كذا، لكن واضح معنا انها منفرجة. الزاوية هذه زاوية كثير، شوفها بين الشعاع هذا والشعاع هذا نقطتين، مسافة كبيرة، فهذا هاي الزاوية نسميها زاوية منفرجة، سواء كان جتها بالطريقة هذه أو بالطريقة العكسية هكذا، أهم شيء أنها زاوية منفرجة. إذا هذه الزاوية نسميها زاوية منفرجة. طيب، هذه الزاوية واضحة أن نشوف أنها زاوية حادة، ممكن تكون بالطريقة هذه، تكون بالطريقة هذه زاوية حادة، أو العكس أو مقلوبة. أهم شيء إن تكون كأنها عيون حادة، فهذه نسميها زاوية حادة، زاوية حادة. أما هذه يعني أعتقد ما حد ما يعرفها، هذه نسميها شو؟ الزاوية القائمة، والمعروف لا يعرف لأن فيها مربع. أول ما أشوف حركة المربع هذه موجودة معي، إذا هذه الزاوية قياسها 90 ونسميها قائمة، تسمى زاوية قائمة. ممكن تكون بالطريقة هذه بتشبيه يعني بشكل يعني أوضح، ما تكون حادة، يعني عمود، نزل عمود، أهم شيء يكون في مربع، أهم شيء يكون معي شكل مربع، ممكن تكون بالعكس، فهذه نسميها زوايا قائمة، تسمى زوايا قائمة. قلم رصاص طوله 9.5 سنتيمتر، 9.5 سنتيمتر، اكتب طوله بالملي لتر. المطلوب طوله بالملي لتر. أنا اللي أعرفه أن 1 سنتيمتر يساوي 10 ملي متر، 1 سنتيمتر 10 ملم. لذلك الآن يعني لو حسبنا هذا 1 سنتي 10، هذا الآن هذا 10 ملي، 10 ملي لتر، وهذا أيضا من هنا 10، يعني كل خط من هذيلا ملي، كل خط من هذيلا يعتبر ملي لتر، عفوا ملي متر، كل خط من هذيلا ملي متر. الآن أنا عندي 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 90 ومعي هنا 95. إذا قلنا أن طول هذا القلم هو كم؟ هو 95
ملي متر، 95 ملي متر. كيف نحسبها؟ كل سنتي يعني 10، كل سنتيمتر يعني 10. هذه 10 ثم 20 30 40 50 60 70 80 90، وبعد ذلك انا اعد من ذيله، اعد كم هذا خط، كل خط يعني واحد. 90 91 92 93 94 95. اذا الخط 95 هو اصلا واضحه، اصلا واضحه لما يقول لي 9.5 سنتيمتر، يقول لي ترى 10. يعني لما احول هذا الى ملي متر اضرب في 10، ولما نضرب في 10 نحرك الفاصله اصلا خطوه واحده الى اليمين، تتحرك الفاصله هذه تروح وين؟ تروح هني. بعد الخمسه يطلع معي كم؟ يطلع معي 95. يعني اذا انا ما كنت عارف كيف اطلعها من خلال تحويل، استطيع ايجادها من خلال الرسمه او من خلال المقياس هذا. كم عدد الايام في 5 اسابيع؟ معروف ان الاسبوع هو كم يوم؟ 7 ايام. اذا الاسبوع الواحد، الاسبوع الواحد يساوي 7 أيام. إذا أنا أريد 5 أسابيع، يعني 5 ضرب 1، أسبوع واحد يساوي 5 ضرب 7. ضربتني في 5 وضربتني في 5، يعطيني كم؟ 35 يوم. 75 5 في 7 يساوي 35 يوم. إذا عدد الأيام راح يعطيني كم؟ راح يعطيني 35 يوما. عدد الأيام 35 يوما. كيف طلعناها؟ 7 أسابيع، 7 يعني 7، والخمسة موجودة معي أضربها بعض. 5 في 7 يساوي كم؟ 35. ضع إشارة أكبر أو أصغر في المكان المناسب. الآن لاحظ معي لما أجي أقارن ما بين عددين، نشوف أول عدد مع أول عدد 2 2، بعد ذلك فاصلة فاصلة، بعد الفاصلة صفر 5. الخمسة أكبر من الصفر، إذا خلاص انتهت المسألة. طيب 7 7 فاصلة فاصلة، 5 3، والخمسة أكبر من الثلاثة، إذا خلاص انتهت المسألة. طبعا هالسؤال على درجة واحدة، بمعنى أن لو طالب أجاب على آه سؤال واحد فقط راح يحصل على صفر. لازم تجاوب على السؤالين. السؤالين إجابتهم صحيحة تحصل درجة كاملة، سؤال واحد إجابته خطأ والثاني صح تحصل صفر. اكتب الناتج في صورة كسر عشري. 1/4 كم يساوي؟ طبعا هذه من الكسور المشهورة، يعني هذه من الكسور المشهورة اللي هو 1/4، 1/2، 3/4. هذه كسور مشهورة للطلاب، خلاص معروف كم تحويلها. فالآن 1/4 يعني أنا خطوة خطوة أشتغل عليها. زين. أول شيء أسأل نفسي السؤال، هل يمكن إني أحول الأربع هذه إلى 10؟ يعني لما يقول لي كسر عشري لازم يكون المقام 10، فهل يمكن أحول 4 إلى 10؟ لا يمكن. ما عندي 4 ضرب كم؟ جذر ضرب 4، جذر 4 ما في 10. لذلك أضربها هسه أحولها إلى 100. أحولها إلى 100، يعني إذا ما قدرت أحولها إلى 10 أنتقل لل 100، ما قدرت لل 100 أنتقل لل 1000 حتى تتحول إلى كسر عشري. هذه إحدى طرق التحويل، إحدى طرق التحويل. فال10 ما نفع، أجرب ال100. 100 بيسة، 100 بيسة لما أقسمها على 4 أقسام، 4 أجزاء، 100 بيسة كم فيها من 4 أجزاء؟ هي 25. إذا أنا عندي 100 بيسة، الأربعة حتى تصير 100 لازم أضربها في 25. تخيل معي 25 بيسة و25 بيسة و25 بيسة، زين أكثر من وحدة. فقلنا أن الأربعة هذه ضرب 25 تعطيني 100. معنى هذا الكلام أي عدد أضربه في المقام أرجع أضرب نفسه في البسط، إذا ضرب 25، وبالتالي 1 ضرب 25 راح يساوي 25. إذا 25 على 100 يعني يساوي 25 بالمئة. 25 على 100 25 بالمئة. هذا هو الكسر العشري اللي يعطينا ربع. إذا ربع هذا مشهور، الربع على طول راح يكون كم؟ راح يكون 25 من 100. طيب النص زيد على الربع، يعني ربع ربع، يعني بيكون كم؟ بيكون 5 من 10 أو 50 من 100.
3 على 4 هذه مشهورة، اللي هو كم بيكون؟ يعني 25 كم مرة؟ 25 3 مرات، 25 و25 و25، يعني 75 على 100 وتساوي 75%. يعني 3 على 4 تعطيني 75%. هذا كسر مشهور، مثل النص مثل الربع. واضح؟ تمام. السؤال اللي بعده يقول حوط الحرف الذي سيكون في الموقع الذي فيه علامة استفهام. أول شيء هذا يقول لي هذا الخط المنقط المتقطع هذا اسمه خط المرآة، يعني خط انعكاس. هذا انعكاس من درس التحويل. طيب هذا انعكاس. كيف نقوم بعملية الانعكاس؟ في البداية طبعا دائما القريب يكون قريب والبعيد يكون بعيد. يعني الباء قريب من المرآة راح تكون صورتها قريبة. جيم بعيدة عن المرآة صورتها بعيدة. الألف قريبة من المرآة صورتها قريبة. والدال بعيدة عن المرآة إذا صورتها بعيدة. خلصنا الآن من هذا الانعكاس، نرجع للانعكاس الآن للأسفل. الألف قريبة من خط المرآة إذا راح تكون قريبة. والدال قريبة تكون قريبة. الباء بعيدة عن الخط راح تكون بعيدة. وكذلك الجيم بعيدة عن الخط راح تكون بعيدة. ثم مرة ثانية نعمل انعكاس آخر. الدال قريبة تكون قريبة. الألف بعيدة. الجيم قريبة، إذا هذا الجيم. والباء بعيدة، هذا الباء. إذا الاستفهام راح يكون أي رمز؟ راح يكون رمز الجيم. استفهام هو رمز الجيم، هو مطلوب مني هذا. أنا مطلوب مني في السؤال إني أقوم بإيجاد هذا المربع. يعني شو من الرموز اللي راح يكون في هذا المكان، اللي هو شو؟ اللي هو أقرب واحد الجيم. يفكر عمار في مضلع عدد أضلاعه أكثر من 5 والشكل غير منتظم. يعني أبحث عن عدد، عن مضلع. أول شيء يعني في عندي أكثر من فكرة. أول شيء مضلع، يعني هذا مشطوب، هذا مرفوض لأنه ليس مضلع، لأنه في خط منحني. طيب عدد أضلاعه أكثر من 5. اللي أكثر من 5 طبعا أول شيء لما يقول مضلع هذا ليس مضلع، لأنه يحوي بداخله كم منطقة؟ منطقتين. المضلع يحوي بداخله منطقة واحدة فقط، إذا هذا أيضا مرفوض. باقي عندي هذا وهذا وهذا. أكثر من 5، أكثر من 5. لو حسبنا 1 2 3 4 5 6. طيب 1 2 3 4 5 6. حلو. 1 2 3 4 5، هذا 5. ويقول لي أكثر من 5، إذا هذا مرفوض. باقي عندي 2. باقي عندي 2، يا هذا أو هذا. يقول لي ليس منتظم. ليس منتظم يعني أضلاعه ليست متساوية وزواياه ليس متساوية. طبعا هذا دائما في العادة يكون شو منتظم. هذا دائما في العادة يكون منتظم، لأن الزوايا الداخلية كلها متساوية. الزوايا الداخلية جميعها زوايا متساوية. إذا المطلوب ليس منتظم، الشكل ليس منتظم. إذا الإجابة راح تكون هي الإجابة الأولى. هذا هو الشكل، ضلع ضلعين 3 4 5 6، وهو ليس منتظم لأن الزوايا الداخلية شيء منها حادة شيء منها منفرجة، حادة شيء منها يعني منعكسة، وهكذا. طيب ضع الأقواس في العملية الحسابية التالية لجعلها صحيحة. طبعا أنت هني بإمكانك تجرب. بإمكانك تجرب تضع أقواس أول شيء بين أول عددين وتشوف الناتج هل بيطلع نفسه أو لا. إذا ما ضبطت معك أول قوسين جرب القوسين الثانيين. يعني الآن لو سوينا 7 ضرب 6 بيكون 42، نقص منها 4 بيكون 38. هذا غلط. إذا راح ناخذ 6 مع الأربعة كذا. ثم الآن نقوم بفك الأقواس. أول شيء 6 ناقص 4 يساوي 2، ثم أضرب في 7. 7 ضرب 2 يعطيني كم؟ 14. إذا صحيح، وهذا هو الموقع الصح اللي هو 6 ناقص 4. القوسين يكونون في هذا المكان، لأن احنا راح نطلع الناتج أول شيء اللي بين قوسين. لاحظوا 7 ما حركنا فيها شيء، كتبناها مثل ما هي. الضرب مكتوبة، بس 6 ناقص 4 راح تكتب 2 فقط. طلعي الناتج، طلع لي ناتج 6 ناقص 4 يساوي 2، ثم اضرب عادي. 7 ضرب 2 يساوي 14. إذا تحقق الناتج فعلا صحيح، إذا أنت وضعت الأقواس بشكل صحيح. أيهما أفضل الشراء؟ 4 كيلو جرام من الزبدة
بقيمة 6 ريالات، أم شراء 10 رطل من نفس الزبدة بقيمة 6 ريالات؟ ويقول لي أن الرطل الواحد يساوي نصف كيلو جرام تقريبا. طيب في الحالة هذه اللي يهمني في الحالة هذه إني أركز على موضوع السعر. هل السعر متساوي في الحالتين؟ نعم، السعر متساوي في الحالتين. إذا تساوى السعر في الحالتين فالكمية الأكبر هي الأفضل. لما يقول لي ما ايش يعني افضل للشراء؟ افضل للشراء ان يكونون بنفس السعر 6 ريال 6 ريالات، لكن الكميه الاكبر هو الافضل. الكميه الاكبر او الاكثر هي الافضل. الان أنا معي 4 كيلو جرام من الزبده. طيب انا عندي 10 رطل، عندي 10 رطل. طيب اللي نعرفه احنا انه نقول ان واحد رطل يساوي كم؟ واحد رطل يعطيني نص كيلو جرام. إذا أنا عندي 10 رطل يكون نص العشرة. كم نص العشرة؟ 5. نص العشرة 5. يعني نقول مثلا آه 4 كيلو جرام، قيمة كم؟ 6 ريالات. طيب. وأنا عندي 10 رطل. 10 رطل يعني كم؟ يعني 5 كيلو، لأن الرطل الواحد يساوي نص كيلو. كذا يعني واحد رطل، واحد رطل يساوي نص كيلو جرام. طيب إذا أنا أريد 10 رطل يعني راح أضرب في 10، راح أضرب هذا في 10، وراح أضرب هذا أيضا في 10، لأن معادلة أي حاجة أسويها في الطرف الأيمن هي يساوي أي حاجة أسويها في الطرف الأيمن أرجع أسويها في الطرف الأيسر. ضربت في 10 هني يطلع لي 10 رطل. 10 ضرب 1 10 رطل يساوي نص ضرب العشرة. نص العشرة كم؟ 5 كيلو جرام. لذلك الآن لما يقول لي 10 رطل يعني كم كيلو؟ يعني 5 كيلو. 10 رطل يعني 5 كيلو. طيب 5 كيلو جرام. طيب 5 كيلو جرام بكم قيمة؟ 6 ريالات. نحن شو قلنا؟ قلنا إذا تساوت الأسعار، يعني السعر هذا يساوي السعر هذا، شوف أكبر كتلة والأكبر الأكثر 5 كيلو. 5 كيلو أكثر من 4 كيلو، يعني العشرة رطل أفضل. معنى هذا أن شو أيهما أفضل الشراء؟ نقول أن شو 10 رطل أفضل من 4 كيلو جرام. او باي تعبير، اهم شيء انك تختار الطريقه الافضل وتحل عليها. اهم شيء انك تتاكد اول شيء ان هل الريالات او الاسعار ثابته. اذا ثبت الاسعار اذا خلاص عليك الان انك تحول فقط ال 4 كيلو، هي ثابته ال 4 كيلو، حول لي 10 رطل. 10 رطل حول لي اياها الى كم؟ حول لي اياها الى الى كيلو. ممكن حتى انا احول الرطل هذا او خلينا نقول الكيلو هذا، ال 4 كيلو احوله الى رطل فاضرب في اثنين لانه ضعف. اذا كان الرطل هو نص الكيلو فالكيلو ضعف الرطل. تمام؟ يعني كان اضرب في اثنين، فاربعه ضرب اثنين بيساوي كم؟ بيساوي 8 رطل. بيساوي 8 رطل. انا عندي اصلا كم؟ 10 رطل، والعشرة افضل من 8. اذا ممكن نحلها بطريقتين. السؤال اللي بعد يقول لي اكمل 6.43 كيلو جرام حول لي اياها الى جرام. انا عارف ان الترتيب كذا يكون هذا كيلو جرام، هذا جرام، بينهم كم؟ 1000. كلمة كيلو يعني 1000. كلمة كيلو يعني 1000. كيلو جرام 1000 جرام. كيلو متر 1000 متر. وبالتالي من الأكبر للأصغر نقوم بعملية الضرب، ومن الأصغر للأكبر نقوم بعملية القسمة. كذلك اللتر نفس التحويل. اللتر، وعندي هنا الملي لتر أيضا 1000. لاحظوا 1000 1000 نفس الشيء. من هني من الكبير للصغير نضرب، من الصغير للكبير نقوم بعملية القسمة. الآن هو طالب مني من وين؟ من كم إلى كم؟ من اللتر إلى الملي، من اللتر إلى الملي، ومن الكيلوغرام إلى الغرام، يعني من الكبير للصغير. إذا تكون عملية شو؟
عملية ضرب. إذا راح نضرب ونقول 6.43 ضرب كم قلنا؟ ضرب 1000، نضرب في 1000 يساوي. أول شيء إذا العدد كامل، لو كان عدد كامل يعني ما في فواصل، يعني مثلا 6.43 ضرب 1000، هذه على طول أول شيء ننزل أصفار، بعدين 6.43 ضرب 1 6.43. لكن لما تكون مسألة فيها فواصل لا، هني لازم نحرك الفاصلة، لازم نستخدم الفاصلة ونبدأ بتحريك الفاصلة. طيب الفاصلة هي موجودة بعد الستة، أول خطوة راح تكون بعد الأربعة، ثاني خطوة بعد الثلاثة، ثالث خطوة بعد عدد، شو هالعدد ما معروف. إذا احنا دائما لما يكون عندي عملية ضرب نضع أصفار جهة اليمين، أصفار عادي ما عندك مشكلة، لو كثرت منهم ما مشكلة. لكن كم صفر يعني اقل شيء يكون عندك، اقل حاجه يكون معك 3 اصفار، 3 اصفار على الاصفار الموجوده في الالف. طيب لو كان معي 100 صفرين، حط صفرين، لو كان معك 10 حط صفر واحد. انزين الحين عاد ابتدي انقل الفاصله، الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه، الخطوه الثالثه. اذا الفاصله تكون هنا، يعني قبل الفاصله شو عندي؟ عندي 0 3 4 6. اذا 0 3 4 6 هذا هو التحويل نسبة للكيلو. الآن نأتي للتر، نفس الفكرة، اللتر نفس الفكرة، عندي 0.73 راح تنضرب في 1000. إذا لازم أحط أصفار جهة اليمين. كم صفر يا أستاذ؟ نحط 3 أصفار في عدد الأصفار الموجودة معي في ال1000، ثم أقوم بتحريك الفاصلة إلى جهة اليمين. كم خطوة؟ 3 خطوات. إذا الخطوة الأولى راح تكون فاصلة أمام السبعة، هذه واحد، بعد ذلك أمام الثلاثة هاي اثنين، بعد ذلك أمام الصفر هاي ثلاثة. إذا هني، إذا 0.37 0.37. واضح يا الأحبة؟ بالطريقة هذه ونحن حلينا السؤال. أوجد قيمة 60% من 90 ريال. في الحالة هذه أول شيء أترجم هذا اللي هي بالمئة، 60% يعني 60 على 100، من هذه يعني ضرب، حرف من يعني ضرب، ثم 90. ببساطة راح نطير الأصفار كلها، نقوم بحذف الأصفار. الصفر مع 60 هذه اللي فوق تروح مع ال100، الصفر مع 90 تروح مع ال100 اللي تحت هذه باقي عنها. شو تبقى عندي؟ تبقى عندي 6 ضرب 9، يعني هني واحد ما له فايدة الواحد، ف6 ضرب 9 يعطيني كم؟ 54. إذا 54 ريال، 54 ريال. وأنا علمتكم طريقة أيها الأحبة، قلت لكم إذا كان هذا العدد، هذا اللي هو إذا شفتوا هذا العدد، هذا العدد من مضاعفات العشرة، يعني 10 20 30 40 50 60 إلى آخره، حصلت العدد الثاني أيضا من مضاعفات العشرة، 10 20 30 لغاية 90 إلى آخره، أهم شيء يكون في صفر. شو تسوي؟ تضرب الستة، فقط الستة ضرب 9، فتقول لي 6 ضرب 9 يساوي كم؟ مباشرة 6 في 9 على طول 54 ريال. إذا لاحظ كيف خطوة واحدة، خطوة واحدة استنتج، اطالع اشوف شكل هذا اللي امامي الان، لان السؤال عليه كم درجه؟ السؤال عليه درجه، فما يعني يستحق اني انا اخسر وقتي فيه، اقعد ساعه افكر واحلل فيه. خلاص اعطاني هذا من مضاعفات العشره، هذا من مضاعفات العشره، اضرب السته فقط في التسعه بس، اضرب 6 في 9 يعطيك الناتج الصحيح. السؤال اللي بعده يقول لي اكتب العددين الكسريين في المربعات على خط الاعداد التالي. اول خطوه نسويها، اول خطوه دائما الموضوع لما يكون معي خط اعداد احسب لي ما بين الصفر وما بين الواحد كم، ما بين الصفر ما بين الواحد. اذا نعد 1 2 3 4، هذه كم؟ هذه 4. زين 1 2 3 4، لاحظوا هذه 4، من الواحد لغاية 2 أيضا كم؟ 4، من الواحد لغاية 3 أيضا كم؟ 4، 1 2 3 4، يعني أيضا 1 2 3 4، إذا 4. ما دام أن 4 أجزاء إذا المقام بيكون 4، المقام راح يكون كم؟ 4 على عدد الأجزاء. طيب انزين الحين
احنا وصلنا عند طبعا هني هذا السهم موجود من بعد الواحد، من بعد الواحد، يعني كأني هذا الآن ربع، هذه شو نصف، هذه شو 3/4، كل مرة تزيد ربع ثم واحد، بعد ذلك أيضا واحد وكم، 1 وربع، هذه كم، هذه 2 ونص، يعني 2 وهني واحد، 1 ونص، 1 ونص، هني يكون معي 1 و3/4، ثم 1 و4/4 يعني نص، يعني 2، وهكذا. طيب هذه الآن هني نعد 3، لازم أكتب 3، هذا أول شيء، العدد الكامل بيكتب هني 3. زين الحين عاد شوف، هذه 3 وربع، 3 ونص، 3 و3/4، 3/4. هذه الطريقة اللي نحل فيها. أول خطوة نسوي ما بين الصفر وما بين الواحد كم قسم مقسم، 4 أقسام، حط 4 في المقام، 4 في المقام. بعد ذلك المربع هذا أو السهم هذا من بعد العدد الصحيح، شو اللي قبله؟ قبله واحد، إذا نكتب واحد هني. بعد ذلك عد من بعد الواحد، عندك واحد، اثنين، جزئين، إذا اثنين. نفس الكلام من 3 تكتب العدد الصحيح، عدد الأجزاء 4، عد 1 2 3، إذا كتبت 3. تم سؤال 30 طالبا عن البرامج التلفزيونية المفضلة لديهم، وكانت النتائج كالتالي: معهم 60% رسوم متحركة، 60% من الطلاب يتابعون رسوم متحركة، 30% يتابعون مسلسلات، و10% يتابعون الأخبار. يقول كم عدد الطلاب الذين يفضلون الرسوم المتحركة؟ العدد دائما لما يقول لي كم العدد، معروف الحركة هذه، كم العدد يعني اضرب لي العدد الكلي في النسبة المئوية اللي تبع شو الرسوم المتحركة، فيكون معي 60% ضرب كم؟ ضرب 30. ذكرني بالسؤال السابق قبل شوي، قلنا لو كان المضاعفات العشرة وهذا بالمضاعفات العشرة، شو راح نسوي؟ راح نضرب 6 في الثلاثة بس، فيساوي معي كم؟ 6 ضرب 3 راح يساوي 18. إذا 18 شو؟ 18 طالب، 18 طالب يحبون الرسوم المتحركة. طيب وإذا بغينا نحل عن طريق النسبة المئوية، بنقول 60 على 100 ضرب كم؟ 30، وطار الصفر الأول مع الصفر اللي تحت، والصفر الثاني هذا مع الصفر اللي تحت، بقى عندي واحد الأسفل في المقام، والبسط 6 في 3 يعطيني كم؟ 18، يعني نفس الإجابة. يقول السؤال: إذا كانت الأرقام بالرموز اليونانية كالتالي، أعطيني طبعا معروف هذا الرمز اليوناني، واحد يعني مثل حرف الآي، والخمسة حرف الفي، 6 تكون الفي، الآي على يمينها، ال10 إكس، وال100 يعني حرف السي. يقول استخدم الرموز اليونانية للإجابة عن السؤال التالي. يعني سؤال من أبسط، هذا هدية، هذا السؤال يعتبر هدية للطالب، بمعنى شو؟ أن أنت عليك تعود فقط. شوف لي هذا كم، هذا الرمز ابحث عنه، هذا الرمز يعني في اي او اي في، ناخذ 6، اذا نكتب تحت 6، ثم عمليه الضرب اكس، الاكس كم عندي؟ اكس 10، اكتب تحت 10، ثم زائد السي كم عندي؟ سي 100. بعد ذلك اضرب، خلاص ترتيب العمليات اول شيء نقوم بالضرب ثم الجمع، تمام؟ من ترتيب العمليات الحسابيه اول شيء اضرب بعدين اجمع، اذا 6 ضرب 10 60، 60 زائد 100 راح يعطيني كم؟ راح يعطيني 160، اذا الناتج راح يكون 160. واضح؟ سؤال بسيط جدا، يعني احنا بس اللهم نعوض عن قيمه الرمز هذا، القيمه اعطيني اياها ما احفظ، يعني الموضوع ما في حفظ، موضوع الرمز اليوناني ما تحفظه. السؤال اللي بعده يقول حوط عدد الدقائق في 10 ساعات، عدد الدقائق في 10 ساعات. الموضوع بسيط جدا. عدد الدقائق، الساعة الواحدة في كم دقيقة؟ 1 ساعة يساوي 60 دقيقة، 60 دقيقة. إذا أنا أريد كم ساعة؟ 10. كيف أجيب ال10 هذه؟ أضرب هني في 10، وأضرب هني أيضا لازم في كم؟ في 10. معروفة اللعبة هذه، إذا ضربنا هني في 10 نضرب هني أيضا في 10، فخلاص 10 ضرب 1 يعني 10 ساعات. 10 ساعات يعني كم دقيقة يعطيني؟ 60 ضرب 10 يعني أنزل صفرين، صفر صفر تنزل
6 ضرب 1 6، 600 دقيقة. إذا 600 دقيقة في 10 ساعات. يقول لي اكتب فارق التوقيت بين مدينتي القاهرة ومسقط. معطيني مثلا القاهرة هي عبارة عن كم؟ أول خطوة لما يعطيني ساعات مثل هذه، أول شيء اكتبها بطريقة، شوف دائما اكتبها بطريقة رقمية بالأرقام. فهذه عبارة عن كم؟ عن 7، الساعة 7. وكم؟ هذه الواحد ما يكتب واحد، لا، 0 5، لأن هذه الآن هي عبارة عن مضاعفات الخمسة. هذه عبارة عن مضاعفات الخمسة، يعني 5، 10، 15، 20، 25، 30. لاحظوا هذه كلها مضاعفات الخمسة. طيب، أيضا هني كم عندي؟ الساعة كم؟ الساعة 8. الساعة 8 وكم؟ الساعة 8 و 7. على 7 صح؟ على 7 طويلة، على 7، على 7 يعني كم؟ يعني 35. هاي 30، هذه 35، إذا 35 دقيقة. الآن مطلوب مني فارق التوقيت. فارق التوقيت أتأكد صباحا ولا مساء؟ هاي صباحا وهاي صباحا. إذا تساوى التوقيتان، لما التوقيت يكون صباح صباح أو مساء مساء، في الحالة هذه طرح مباشر. طرح مباشر، تمام؟ كيف نطرح مباشرة؟ الساعة الأكبر ناقص الساعة الأصغر، يعني نخليها فوق بعض. نقول 8 وهني 35 ناقص 7 وهني كم؟ 5 دقائق. فنقول 35 ناقص 5. 35 ناقص من 5 يعطيني كم؟ يعطيني 30. و8 ناقص 7 1. هذا شو يعني؟ يعني ساعة و30 دقيقة. إذا فارق التوقيت هو كم؟ هو ساعة و30 دقيقة. ساعة و30 دقيقة. السؤال اللي بعد يقول زاوج العمود الأول بتناسب الجزء المظلل إلى الكل. معروف أن التناسب هو عبارة شو؟ جزء إلى الكل، جزء إلى كل. طيب، شو المظلل اللي معي هنا في السؤال الأول؟ كم جزء عندي؟ مظلل، ها نعمل كذا. الجزء المظلل معي 1 2 3، إذا 3 إلى الكل. الكل كم يعني؟ يعني 1 2 3 4 5 6 7 8. 8، 3 إلى 8 أي وحدة؟ هذه. طيب، الآن المظلل معي هنا كم؟ المظلل معي 2. 2 مجموعهم كامل كم؟ 1 2 3 4. 2 إلى 4 يكون الإجابة الأولى. 2. شوف كم المظلل معي؟ المظلل 1 2 3 4 5. 5 إلى العدد الكلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 إلى 10. 5 إلى 10 وأحيانا يكتب لك نص من 5 إلى 10. يفكر علي في عدد ما. اكتب العدد الذي يفكر فيه علي. لاحظ علي شو يفكر علي، شو يقول علي؟ علي يقول ان 50% من العدد الذي افكر فيه يساوي 45. تخيل معي 50% من العدد ضرب العدد، انا ما اعرف كم هذا العدد، زين، يساوي كم؟ يساوي 45. طيب انا الان ابغى اتخلص من هذا الكسر. ابغى اتخلص من هذا الكسر، فشو بسوي؟ راح اضرب هذا في المقلوب. في المقلوب، ها، اضربه اخليه 100 فوق واخلي له 50 تحت، واسوي حركه شحن فوق ال 100 وتحت 50. حتى شو، حتى تطير ال 100 مع ال 100 وال 50 مع ال 50، يتبقى عندي الشكل المجهول اللي هو العدد المطلوب. بيساوي كم؟ بيساوي 45 ضرب 100 على كم؟ على 50. 45 ضرب 100 على 50. يعني الآن ال 100 تقسيم 50 كم؟ 100 تقسيم 50 2، صح؟ ممكن اطير صفر مع صفر، و10 تقسيم 5 يساوي 2، يعني 45 ضرب 2. متبقي معي 45 ضرب 2. لماذا؟ لان هذا كامل كم بيساوي؟ بيساوي 2. 100 بيسه تبى تقسمها 50 50 بتصير كم؟ 2. 50 بيسه 50 بيسه. لذلك الان 45 ضرب 2، 45 ضرب 2 بيساوي كم؟ راح يساوي 90. راح يساوي 90.
إذا العدد اللي بيفكر فيه يا علي هو كم؟ هو 90. هو 90. لأنه يقول لك يعني كان يقول لي شو 50% من 90. كم نص ال 90؟ هذه واضحة. صح ولا ما صح؟ 50% من الرقم 90، يعني نص ال 90. نص ال 90 كم؟ 45. حوط مساحة المنطقة المظللة في الشكل المقابل للسنتيمتر المربع. أعطاني طول 4 سنتيمتر، وأعطاني العرض 2.5 سنتيمتر. يقول الآن طلع لي المساحة. المساحة معروفة، مساحة المستطيل هي الطول ضرب العرض. الطول ضرب العرض، فيقوم بعملية الضرب. نقوم بعملية الضرب. راح نضرب 4 مضروب في كم؟ في 2.5. 4 في 2.5. طيب كيف نضرب هذه؟ أول شيء لما نضرب 4 في 2.5 نضربها بدون فاصلة. أضرب الأرقام بدون فاصلة. فنقول لما نشيل فاصلة يصير معي كم؟ يصير معي 25. نقول 4 ضرب 25. لما نشيل الفاصلة هذه تصير كأنها 25. طيب نضرب عادي. أول شيء 4 في 25 صفر، 2 فوق. 4 ضرب 2 8. 8 زائد 2 10. إذا بيساوي هذه كم؟ بيساوي 100. طيب الآن في عندي بعد شوف الفاصلة هذه بعدها رقم. الفاصلة بعدها رقم، يعني لازم يكون الفاصلة أيضا بعدها رقم. الرقم اللي هو شو؟ الصفر. رقم الصفر هذا. وبالتالي تصبح معي 4 ضرب 2.5 يعطيني كم؟ يعطيني 10. يعطيني 10. إذا الإجابة راح تكون 10. إجابة السؤال هذا لو جانا فرضا امتحان او حاجه او مشابه له يكون كم؟ يكون 10. 4 ضرب 2 ونص يعني 10. يعني انت عندك الان 2 ونص هاي لو اعتبرناها 250 بيسه، خلها انت 2 ونص مثل ما هي. زين، وعندك 4 منها جمعتهم مع بعض كم بيطلع لك؟ بيطلع 10. يوضح الرسم البياني الفاكهه المفضله لدى طلاب الصف. اوجد المنوال للفواكه. المنوال طبعا هي معروفة عندي. لما يكون معي أعمدة فأطول عمود هو المنوال. أطول عمود هو المنوال، وبالتالي فإن أطول عمود معي هنا اللي هو كم؟ اللي هو الموز. لأن أول شيء هذا اللي هو المحور الرأسي. المحور الرأسي هذا عدد الطلاب. هذا عدد الطلاب أي يسمونه بعد التكرار. هنا يسمونه التكرار. هذا محور تكرار معروف. هذا الرأسي هو محور التكرار، أكثر شيء تكرر معي. فأكثر حاجة معي متكرر هنا الطول اللي هو كم؟ الموز. إذا أوجد منوال الفواكه هو شو؟ الموز. نكتب موز، ما نكتب القيمة، نكتب الرقم اللي هو شو؟ اللي هو يعني مفضل. فالموز هو المفضل. ممكن حتى أكتب الأرقام فوق هنا. هذه كم هنا؟ عندي 4. طيب هذه كم؟ بين 8 وبين 10 كم هنا؟ 9. طيب هذه كم؟ 6. وهذه بين 4 وبين 2. هذه بتكون كم؟ 3. هذه بتكون 4. إذا أكثر واحد له كم؟ 9 اللي هو من؟ اللي هو الموز. أيهما أصغر؟ 8 على 10 من 70 يورو أم 4 على 5 من 80 يورو؟ موضح خطوات الحل. طيب نفس الفكرة. نفس الفكرة بالضبط. بنطير الصفر مع الصفر. طار الصفر هذا شفتوه مع الصفر هذا. شو بقى عندي؟ بقى عندي 8 ضرب 7. 8 ضرب 7 يساوي كم؟ 8 في 7 56. جميل. هذه الثانية نفس الكلام. 4 على 5 من كم؟ من 80 يورو. بتشوف الأربعة على 5 كم بيطلع لي؟ 4 على 5 ضرب 80 يورو. 80 يورو الآن أنا أريد أخليها هذه كم؟ الخمسة هذه ممكن أحولها 10. ممكن إني أحولها الخمسة هذه إلى 10. كيف نحول إلى 10؟ أضرب في 2 وأضرب فوق 2. تمام؟ من 4 إلى 5 ممكن أخليها 10. كيف أخليها 10 هذه؟ نضرب هذه في 2، نضرب هاي أيضا في 2،
كله مضروب في كم هذا كامل؟ في 8. طيب اصبح معاي كم فوق؟ 8. تحت كم؟ 5 2 10. زين، ضرب كم؟ ضرب 8. قلنا احنا شو الحين؟ بيطير الصفر هذا مع الصفر هذا، راح صفر مع صفر. شو بقى عندي؟ بقى عندي 8 ضرب 8 يساوي كم؟ 64. طيب هذا كم طلع لي؟ 56. وهذا كم؟ 64. الحين يقول لي ايهما اصغر؟ الاصغر هو كم؟ اذا الاصغر هو 8 على 10. هو الاصغر هو كم؟ 8 على 10. هذا يعني كم؟ الاصغر بيكون 4. اي نعم، 8 على 10. الاصغر هو 8 على 10 من 70 يوم. احسب المحيط. مهم، هذا السؤال مهم. احسب المحيط. المحيط هو مجموع الاضلاع. محيط يعني مجموع الاضلاع. اجمع الاضلاع. طيب في عندي مجاهيل ما معروفه. نعم، هذا من الى هنا ما معروف كم. من الى هنا ما معروف كم. كيف نجيب هذا؟ كيف نجيب هذا؟ ومعطيني الطول كام من الى هنا كم؟ 7. طيب ومعطيني الجزء الاسفل كم؟ 4. اذا متبقي من 4 حتى اكمل 7 كم؟ بقي 3. اذا هذا الضلع يساوي 3. جميل. الان ايضا عندي هذا الجزء اليمين اللي اعرفه ان من الى هنا 22. لكن انا عندي جزء كامل من الى هنا كم؟ 30. 30 ومعك جزء 22، متبقي لك كم؟ 22. كم تحتاج حتى تكمل 30؟ 8. اذا هذا بيكون كم؟ 8 سنتيمتر. خلاص الان اكتمل العدد. الحين نبدي نجمع. نقول 7 زائد 22 زائد 3، ثم نجمع عليها هي 8. اذا زائد 8، ثم اجمع عليها الأربعة زائد 4، ثم زائد كم؟ 30. ثم زائد 30. إذا زائد 8 بعدها زائد 4 ثم زائد 30، راح يطلع لنا الناتج كم؟ راح يطلع الناتج 74 سنتيمتر. هل اكتب مربع؟ لا. اكتب مكعب؟ لا. لماذا؟ لأن هذا محيط وهو طول. المحيط راح يساوي كم؟ راح يساوي 74 سنتيمتر. سؤال مهم جدا، موضوع المجسمات. العلاقة ما بين عدد الأوجه وعدد الرؤوس والحواف. أول شيء ثماني على طول اللي تسويه أنك شو اسم المجسم هني تزيد 1. وكذلك آخر شيء زي 1. نزيد 1 ونزيد 1. طيب بعد يعني كيف زيد 1؟ يعني هذا كم؟ شو اسمه هذا؟ ثماني صح؟ ثماني زيد عليه 1 يعني كم وجه؟ 9 أوجه. ركز معي، 9 أوجه. إذا هذا كم بيكون بعد هني؟ عدد الرؤوس. عدد الرؤوس يساوي عدد الأوجه. إذا كم أيضا؟ 9 رؤوس. زين، باقي عندي الحواف. الحواف شو نسوي فيها؟ الحواف يعني عملية ضرب. ضرب في كم؟ 8. 8 صح؟ يعني 8. عفوا، نضرب في كم؟ نضرب في 2. نضرب في 2 يعني 8 ضرب 2 يساوي كم؟ 16. 8 ضرب 2 يساوي 16. فرضا جاني قال لي والله هرم سداسي. كمل. شو هي عدد الرؤوس؟ أو الأوجه. هرم سداسي. سداسي اسمه سداسي. اسمه سداسي. إذا هني أول شيء راح أكتب مثلا شو؟ عدد الأوجه. عدد الأوجه. هني عدد الرؤوس.
بعد ذلك عدد الحواف. الآن قلنا شو قلنا من الاسم الهرم نزيد عليه واحد لو كنا نريد عدد الأوجه. يعني عدد الأوجه بيكون شو؟ بيكون 6 زائد 1 يساوي كم؟ 7. وكذلك الرؤوس يساوي 7 نفس. أما عدد الحواف راح نضرب 6 ضرب 2. 6 في 2 يساوي كم؟ يساوي 12. إذا 12 حاف. إذا هذه طريقة الحل. إذا بغى من عدد الأوجه زيد واحد على اسمه، الاسم هذا زيد عليه واحد. وعدد الأوجه أيضا هو يساوي شو؟ عدد الرؤوس. تمام. بعد ذلك عندي الحواف. الحواف نضرب في 2 يعني نزيد 2. أما هنا نضرب في 2. 8 ضرب 2 يساوي كم؟ يقول سعد أنه يمكنه رسم مستطيلان مساحة كل منهما 24 سنتيمتر ومحيطهما مختلف. هل ما يقوله سعد صحيح؟ فسر إجابتك. طبعا يعني شو معنى الكلام هذا؟ أول شيء مساحة المستطيل هي عبارة عن الطول ضرب العرض. لذلك شو الأعداد اللي أضربها مع بعض تعطيني 24؟ في عندي 1 ضرب 24، في عندي 2 ضرب 12، في عندي 3 ضرب 8، 4 ضرب 6. هذه كلها تعتبر مساحتها كم تساوي؟ جميعها مساحتها يعطيني 24. الآن هل ما يقوله سعد صحيح؟ نعم صحيح. وأكثر من مستطيل، يعني ممكن أخلي الطول كم؟ 24 تقريبا. هذا 24، هذا عفوا أيوة 24، وهذا كم؟ هذا 1 سنتي مثلا. أخذ الثاني قال لا أنا راح أطول شوية العرض وأصغر الطول. فالمساحة الداخلية راح تكون كم؟ 2 ضرب في 24، عفوا 2 في 12، 2 في 12. حتى هاي 8 تصغر كذا. فالمحيط يختلف هنا. يعني تخيل انت معك كم؟ 2 1 و24، عندك 24 بعد، عندك 2 1 24 24 48 48 49 50. اذا هذا 50 المحيط 50، لكن كم بيكون؟ 2 12. 2 و2 12 و12 24 24 25 26 27 28. اذا 28. اذا يختلف الامر. مستطيلان مساحة كل منهما 24 سنتيمتر مربع ومحيطهما مختلف. هل صح الكلام هذا؟ أكيد صح. أكيد 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 صح. باستخدام البطاقات التالية أوجد الوسيط. اللي بنسويه لإيجاد الوسيط لازم نقوم بترتيب الأعداد أو البطاقات ترتيب تصاعدي أو تنازلي، يعني من أصغر الأكبر أو من الأكبر إلى الأصغر. طيب وين أصغر رقم عندي هنا؟ 7. فأكتب 7 أول شيء. بعد ذلك 7. بعد ذلك 7. خلصنا من سبعات. بعدنا 10. إذا خلصنا 7 جمع 10. وراحت 10. بعد ذلك 10 ثانية. بعد ذلك عندي 12. وعندي في الأخير كم؟ 4. الآن أبتدي أشطب الأول مع الأخير. الأول مع الأخير، الثاني مع قبل الأخير، الثالث مع قبل هذا. يبقى عندي عدد في النص. شو نسمي هذا؟ هذا هو الوسيط. هذا هو الوسيط. واضح يا شباب؟ يوضح الرسم البياني الخطي المقابل التحويل بين الأرطال الإنجليزية والكيلوغرامات. استخدم الرمز أو الرسم البياني هذا لتحويل هذه الكميات من الكيلوغرام إلى رطل. حول لهذا من الكيلو إلى الرطل. طيب لازم طبعا من خلال شو؟ من خلال الرسم. لازم من خلال الرسم. يقول لي 5 كيلو جرام
كم تساوي الرطل؟ 5 كيلو هذا الكيلو، هذا الكيلو هذا متأكد. شوف احنا مع من نتعامل الآن؟ نتعامل مع الرطل، هذا الكيلو وهذا الكتلة بمن؟ برطل. إذا 5 كيلو، وين 5؟ هاي 5، 5 هني، هذا 5 عبارة، وينتقل خطية إلى هنا، قطع وين المحور؟ قطع المحور، ثم انتقل إلى هنا. إذا 5 كيلو يعطيني تقريبا ما يقارب 11 رطل. 5 كيلو ما يقارب 11 رطل. إذا 5 كيلو راح يساوي 11 رطل. طيب الحين العكس، أعطاني الرطل ويقول لي حول لي إياه إلى كيلو. شوف وين الرطل عندنا؟ 2.25%. أول خطوة نسويها هني بعد نتأكد هذه التقسيمات اللي معاي، هذه كل واحد عبارة عن كم؟ هذه 0.25، 0.30، عفوا 25. كل مرة زيد 25 تصير 50، بعدين زيد عليه بعدين 25، 75، هكذا. زين، فهني بعد عندي ايضا كم؟ هني خاص بواحد، 1.25، 1.50، 1.75، 2، 2.25، 2.50، 2.75. الحين يقول لي اذا كان عندك هذا اللي هو 2 فاصلة كم؟ 25، هذا هو. هذا هو اللي هو كم؟ 2.25. كم بيساوي بالكيلو؟ شوفه وين قطع هو؟ هذا هو. وين قطع؟ قطع هذا المحور، وين؟ في مكان تحت 1 كيلو. إذا 1 كيلو جرام. إذا 1 كيلو جرام. كذا أيها الأحبة الكرام انتهينا من مراجعة مفردات الاختبار النهائي. أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. دائما 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 اقتربتم من الوصول لخط النهاية. ابذلوا أقصى طاقتكم الآن. وفقكم الله لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.